بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليكم ومرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة ومهنيين. اليوم جبت لكم طريقتي بتحضير البكبوكة. درت لكم عجينة التريدة وكيفية تقطيعها في الماكينة. اليوم راح ندير لكم المرق تاعها. جات ولا أروع، جات ما شاء الله. جات متولة وحارة. زينتها بالبيض، درتها بالخضر، درتها باللحم والدجاج، جات ما شاء الله. وهذه البكبوكة اللي درتها بالدوارة تاع الخروف، جات ما شاء الله بالخضر والحمص، وجات حارة وبنينة. وهذه سلطة جزائرية معروفة عندنا في فصل الصيف. وهذا الحميص بالفلفل المشوي. نبداو بسم الله في التحضير. عندنا المكونات نتاع تريدة والمكونات نتاع البكبوكة. نقطعوا البطاطا دوائر. عندنا ملعقة ملح، 4 فصوص ثوم، 2 بصلات، أوراق الرند، فلفل حار، جزر، كورجيت، طماطم الحب وطماطم العلب وهريسة وحمص. نكونوا رطبناها بليلة كاملة. عندنا البقدونس وعندنا التوابل، فلفل حار وكمون، فلفل أحمر، كركم، زنجبيل وراس الحانوت. نفور التريدة بالزيت والتفويرة. التفويرة الثانية نحطو لها ملعقة زبدة ونرشو بالمرق. هذا المرق تاع البكبوكة جاء ولا أروع، جا ما شاء الله. جات بكبوكة وعليها الكلام. هذا المرق تاع التريدة. التفويرة الثالثة نحطوها في المرق، نخليوها حتى تنشف ونحطوها في صحن التقديم. جات التريدة ما شاء الله. وهذا الفلفل المشوي الحميص. وهذه السلطة معروفة عند كل الجزائريين، في كل دار تلقى السلطة هذه. ديروها بالبصل والطماطم حب والزيتون والبيض والبطاطا مغلية في الماء والملح، ولا فينيغريت بزيت الزيتون والخل والملح وفلفل أسود والثوم. هذه هي طاولة بأكلات جزائرية تقليدية. إن شاء الله تنال إعجابكم وتجربوا الوصفات. على دعمكم لقناتي، ونشكركم على تعليقاتكم المحفزة الرائعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.